إذن في دوري أبطال إفريقيا والحساب المجموعة الثانية حجز سيسك ميموزا الإيفواري مكانه في ربع النهائي بفوزه على ضيف جوانين جالاكسي البوتسواني ب3 أهداف دون مقابل. أبو ليبي جونيور افتتح التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 11 قبل أن يسجل إسيسكا أكا هدف أسيك ميموزا الثاني عند الدقيقة 80. واختتم سانكارا كاراموكو ثلاثية فريقه في اللحظات الأخيرة من المباراة يضمن النادي الإيفواري أولى بطاقات ربع النهائي. وتلقى الوداد المغربي الخسارة الثالثة في المجموعة الثانية بسقوطه أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدفين دون رد لتتعقد حسابات الفريق المغربي في التأهل إلى الدور المقبل. ولي سومبا أونانا افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 وسرعان ما عاد اللاعب ذاته ليضاعف النتيجة بتدوينه الهدف الثاني بعدها بدقيقتين ليتلقى الوداد الخسارة الأولى في الظهور الأول لمدربه الجديد القديم فوزي البنزرتي. وفي المجموعة الأولى عاد ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي بانتصار ثمين من ميدان مضيفه بيراميدز المصري بالفوز عليه بهدف دون مقابل. هدف المباراة الوحيد حمل توقيع تيبوهو موكيانا بتسديدة قوية في الدقيقة 17 مانحا فريقه 3 نقاط عاد بها إلى الديار رفعت رصيد فريقه إلى 7 نقاط. بدوره تلقى نوذيبو الموريتاني الخسارة أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى. الضيوف نجحوا في احتواء أي مخطط لمازيمبي في هز الشباك قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 80 عن طريق الشيخ عمر عبد الله فوفانا ليعود اللاعب ذاته ويوقع على الثنائية في الوقت المبدد من اللقاء. هذا وانتهت قمة مباريات المجموعة الثالثة بتعادل المتصدر بيترو أتلتيكو الأنغولي أمام ضيفه الترجي التونسي دون أهداف. الفريق التونسي صمد طيلة أطوار المباراة بفضل تألق حارسه أمان الله ميمش الذي صد الكثير من الكرات، وكذلك باستماتة دفاع الترجي أمام هجمات أصحاب الأرض ليواصل بيترو أتلتيكو صدارته للمجموعة. وقت بدل ضائع، آخر هجمة تمريرة على طول صلاح الدين عادل تحرك أمامنا نجم الشوط الأول اللاعب إيبولا السوداني عن حصد النقاط الثلاث عندما يواجه ضيفه النجم الساحلي التونسي في ملعب بنجما مكابا في تنزانيا. وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين عقب العودة من تونس كشفتا عن خيارات جديدة للمدرب فلوران إبنجي. بينما يدخل النجم المواجهة منتشيا بفوزه هناك خيار أمام كتيبة الكونغولي فلوران إبينيغي سوى الفوز لتأكيد البقاء في المنافسة، خاصة أن الفريق قدم مباراة كبيرة في الجولة الماضية أمام ذات المنافس وخسر بهدف قاتل. نريد تحصيل النقاط على ملعبنا وحصد نقطة واحدة على الأقل خارج الديار، ونريد طبعا الفوز بكل المباريات التي تقام على أرضنا. النجم الذي دخل أجواء المنافسة من الباب الواسع لن يفرط بسهولة في هذه الفرصة، ومن المؤكد أن المدرب عماد بن يونس يرغب أيضا في مواصلة الانتصارات واستغلال الحالة المعنوية للاعبيه لمفاجأة الهلال في ملعبه. نشوفوا في الأربع فرق نتاع المجموعة معناتها النتائج الكل معناتها ما تنجمش تحكي على فوز فريق على فريق قبل المقابلة معناتها، وزاد عامل الميدان ما عادش نشوفوا فيه معناتها في الوداد يعقد موقفه بالخسارة أمام سيمبا التنزاني، حيث تعرض الوداد لهزيمة قاسية أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لدور أبطال أفريقيا. وعقب الهزيمة بات الوداد في ذيل ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط فقط، بينما وصل سيمبا إلى 5 نقاط في المركز الثاني.
وفشل الوداد في بلوغ مراده وما وعد به مدربه الجديد فوزي البنزرتي، حيث حاول مبكرا الوصول لشباك المنافس الذي تألق حارس مرماه. وعلى عكس مجريات المباراة ووسط هفوات دفاعية للوداد، سجل الكاميروني إيسومبا أونانا الهدف الأول في الدقيقة 36، ولم يمنح سيمبا الوداد فرصة التقاط الأنفاس، حيث عاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 38. وطلب الوداد بركلة جزاء بعد لمسة يد داخل منطقة سامبا، لكن الحكم رفض احتسابها، ودفع البنزرتي باللاعب صاحب الخبرة محمد أناجم مطلع الشوط الثاني مكان منتصر الحتيمي، وسنحت له فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 48 إلى أنه تباطأ على مستوى التسديد. وعلى عكس المتوقع أهدر سيمبا في الدقائق التالية عدة فرص محققة لمضاعفة النتيجة، وسيمبا يثبت رقما سلبيا غير مسبوق للبنزرتي مع الوداد، حيث سبب اللاعب الكاميروني إيسومبا أونانا مهاجم سيمبا تنزاني في رقم سلبي غير مسبوق للوداد بحضور مدربه التونسي فوزي من أول مباراة له رفقة البيضاوي. واستقبل الوداد لأول مرة في مشواره الأفريقي بدوري أبطال أوروبا هدفين في دقيقتين حمل توقيع إيسومبا أونانا مهاجم سيمبا في الدقيقتين 36 و38، حيث منح ناديه سبقا مهما في المواجهة المقامة على ملعب ماكامبا بنجامان بتنزانيا. ولم يسبق للوداد وتحديدا مع فوز البنزرتي أن يستقبل هدفين تواليين في غضون دقيقتين، ما يلمح لسوء انطلاقة المدرب مع الوداد الذي استقبل في 3 مباريات الأولى لمرحلة المجموعات هدفين ومثلهما في جولة واحدة، وهو رقم سلبي غير مسبوق. وبهذا يواصل الوداد المغربي نزيفه المتكرر للنقاط، فبعد أن قال مدربه ها هو الآن يعين مدربا جديدا فوزي البنزرتي، عسى أن يأتي بحلول جديدة تخرج الفريق من قوقعة النتائج السلبية. وهذا كان أول تحدي للبنزرتي، دوري أبطال إفريقيا في مواجهة سيمبا، مهمة لم تتكلل بالنجاح. الوداد خسر ب2 مقابل لا شيء، وبات على مستوى الحافة. تعثر آخر وسيودع البطولة الأغلى في أفريقيا. السؤال المطروح: هل يستفيق الوداد من دوامات نتائجه السلبية، أم أن هذا الموسم سيكون للنسيان؟ قادم الأيام كفيلة بتحديد ورسم طريق الوداد في هذا العام.